كونوا جاهزين لألذ وصفة دجاج مع الرز، طريقة مختلفة وغير عن كل مرة، حتعتمدوها أكيد وحيعجبكم طعمها. في قدر على النار رح نحتاج كوب واحد من الزيت، وحنستخدم في هذه الوصفة قطع أفخاذ الدجاج. من المهم أنكم تعرفوا أن سر لذاذة هذا الطبق هو البهارات. حنضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والقرفة والبابريكا، وأكيد الملح والبصل. بعدين حنصب الموية الحارة على الدجاج حتى ينغمر بالكامل. ولتعزيز نكهة طبختنا حنضيف أوراق الغار وشرايح الليمون ومكعب واحد من مرق الدجاج، وأكيد حبات من الهيل ولومي وأعواد من القرفة وعرق من إكليل الجبل. وبكده نكون انتهينا من كل الإضافات على مرقة الدجاج. هنغطي القدر لمدة 30 دقيقة على نار متوسطة، وأكيد حنحتفظ بمرقة الدجاج لاستخدامها في باقي الوصفة. الآن حننتقل لتحضير الرز. في قدر على النار حنضيف ربع كوب زيت وبصل مفروم، وبعد ما ذبل معنا البصل حنضيف عليه اللحمة المفروم. حنستخدم لتتبيل اللحم معلقة صغيرة من جوز الطيب والقرفة والملح. وحنضيف على اللحم كوبين من الشعيرية. حنقلب الشعيرية مع اللحم، وبعدها حنضيف 2 كوب من الأرز المغسول. وحتى تكتمل معانا نكهة الأرز حنضيف 2 كوب من مرقة الدجاج. حنقلب المكونات ونغطي القدر، وبعد 12 دقيقة الرز حيكون معانا جاهز. وحننتقل الآن لتحضير الصوص السري لوصفتنا. نحتاج طاوة على النار فيها معلقتين من الزيت ومعلقة زبدة، وقبل لا تذوب الزبدة حنضيف مكعب مرقة دجاج. حنخلط مع معلقة كبيرة من الدقيق، وحنصب على الخليط 2 كوب من مرق الدجاج. أخيراً وحتى نقدم طبقنا بشكله النهائي حنزينه بطبقة من الزبيب وفوقها قطع أفخاذ الدجاج المحمرة ورشة من المكسرات المقلية حسب رغبتكم. ولمستنا الأخيرة مزيج الصوص على وجه الطبق، ريحة وطعم يستاهل تجربوه.